رسميا الاهلي في دور المجموعات في بطولة افريقيا رقم 12 باذن الله اللي هيكون في دولاب النادي الاهلي. هي مباراة سهلة، مباراة مع فرقة على الله حكايتها، ولكن هي المباراة ما كانتش هتطلع بالشكل ده فنيا فرديا وجماعيا لولا ان معاك مدرب زي كولر. مدرب قدر يوصل الفرقة ان هم كانهم بيلعبوا قدام مانشستر سيتي او بايرن ميونخ. كل لعيب نازل مركز عايز يثبت نفسه، عايز يطلع احسن ما عنده، فده مش سهل. ده محتاج مدرب يكون عنده شخصية، ومدرب يكون عنده من الكفاءة ان يوصل لعيبة لحالة زي دي. اللعيبة كلها مش لعيب ولا اتنين ولا تلاتة. وكان نتيجة ده إن ابتدى لعيبة زي كهربا أو كريستو أو حتى عبد القادر ابتدوا على الأقل يلعبوا بشكل فردي، عايزين يثبتوا نفسهم، عايزين يجيبوا جول. وبرضه المدرب اللي معاك واقف بره على الخط، مش واقف نايم، فتدخل ورجع الفرقة تاني إنها تقدر تلعب بشكل جماعي علشان تبان بالشكل اللي ظهر قدامنا النهاردة ده، فنيا فرديا وجماعيا. فده مدرب يخليك متفائل لبداية الموسم اللي انت بتبتديه سواء افريقيا او حتى محليا. يخليك متفائل بإذن الله اننا ممكن نكسر رقم 5 بتاع السنة اللي فاتت ونحقق 6 بطولات السنة دي. معاك مدرب بيثبت انه بيتعلم من اخطائه، والغلطة اللي بيغلطها مرة ما بيغلطهاش مرتين. انك تنزل الماتش ده وانت قدام فرقة منتهية، وهي منتهية من ماتش الذهاب، ولكن حتى تبقى انت كسبان 3-0 وتهيئ اللعيبة ان هم ينزلوا يلعبوا بالطريقة دي ومركزين اكتر من الماتش اللي فات نفسه، فده مش سهل. فرقة تخليك مطمن ان برغم قوة المنافسة اللي بين كل لعيب وزميله في نفس المركز، الا انك تخلي واحد زي امام عاشور هو اول واحد قلق واعترض على الحكم او على تدخل لعيب، تدخل غشيم على رجل مجدي قفشة، فده برضو مش حاجة انك من السهل تلاقيها في قوة منافسة. وفي نفس الوقت حب اللعيبة لبعضها او خوفهم على بعض، فده برضو مش سهل. حب اللعيبة لبعض اللي شفناه مع كهربا، وان اللعيبة كلها نفسها ان هو يفرح او يرجع لمستواه بانه يجيب جول، فده برضه مش سهل. كل دي حاجات وتفاصيل صغيرة تخليك واثق في الفرقة او واثق في بداية الموسم اللي احنا بإذن الله هنبتديه او بنبتديه، وان شاء الله نحقق فيه اكبر كمية ممكنة من البطولات. فكل دي حاجات ايجابية. انك تجيب في المباراة 4 اهداف وتعلي على ماتش اللي فات بتاع ال3، فده برضه مش سهل. تبتدي حفلة بجون قفشة وذكريات القاضية ممكن، ولكن زي ما امام عاشور عودنا في الفتره الاخيره ان اي جون لازم يجيبه الاهلي لازم يبصم عليه امام عاشور. امام عاشور اللي بيثبت انه صفقه سوبر، مش مجرد صفقه كده لسه جت من الزمالك وخلاص. ونين كهربا للحظ كان لعبها معاه صح وكان قافل معاه، ولكن الصبر والهدوء وانك تصبر وبطل توتر، ما تستعجلش، هتلعب، الموسم طويل. ولكن بالنسبه لي هي في ملاحظه وان كانت تبدو صغيره، ولكن انا عن نفسي شايفها مهمه جدا. انا شايف ان لما الماتش والمباراة اتسهلت جدا على الاهلي وانك احرزت 4 اهداف، ابتدت سان جورج خلاص لا حول لهم ولا قوة، ابتدوا يلعبوا على رجل اي لعيب معاك كورة. ابتدوا ان هم يخوفوك، خلاص كفاية، ما انتش هتجيب الخامس، كفاية 4. فكان ممكن يحصل اصابات، شفنا عبد المنعم طلع وامام عاشور خاف عليه وطلعه. فانا كنت شايف ان كان لازم يبقى عندك لعيب في الفرقه زي رام ربيعه، او حتى لاعيبه تضغط بشكل جماعي 2 3، تروح تتكلم مع المنافس، تضغط تخوفه، تبين له انك مش هتسكت، انك مش غلبان، مش بتتضرب وتسكت ومستني الفاول بتاعك يتحسب وخلاص. فانا شايف ان دي تفصيله صغيره انت لو مش محتاجها دلوقتي انت ممكن تحتاجها في مباريات تانية. فكره انك تضغط او تبين للي قدامك ان انت مش مجرد بتلعب الكوره بس، لا. ففي رأيي إن كل دي حاجات بتفرق خلال سير المباراة نفسها، وبتفرق حتى على الحكم نفسه اللي ممكن يحسب إنذارات بناء على الضغط ده. ولكن في المجمل هي مباراة بتطمنا على الموسم وبدايته اللي بيبتديها النادي الأهلي سواء إفريقيا أو محليا. وبإذن الله زي ما قلنا في أول فيديو، إن شاء الله البطولة رقم 12 تكون من نصيب النادي الأهلي وفي دولاب النادي الأهلي بإذن الله.